السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله جبتكم هاد لازانيا غزالة غنية بالخضر. يلا نشوفوا الطريقة معا إن شاء الله. إذا هنايا غنعمل شوية زيت ديال العود، زيت الزيتون، ثم غادي نجيب دبنجال ديالي. خلينا المقله تسخن بالزيت، ودابا كنعملو شرائح ديال باذنجان غيتقلى شويه، يعني بحال بلانشا. اللي عنده بلانشا تكون احسن. بهذه الطريقه هذه جميله. غيتحمر شويه. هنا غادي نقلبوه حمر. غتكون واحد اللازانيا فيها طبقات جميله. الطبقه الاولى دبنجال، الثانيه ديال الكفته بالخضر بالفلفل الاحمر، وهنايا هنا الدبنجال ديالي يتحمر كما كتشوفوا. باش نعدل الطبقه الاولى ان شاء الله. ها هو تحمر. هنايا غادي نعملوا المقله ديالنا تسخن شويه الزيت كذلك ديال الزيتون باش نعملوا الخضره ديالنا. عندنا هنا فلفل احمر، فلفل اخضر، شويه ديال البصله، شويه ديال الربيع والمعدنوس والقزبر. غادي نضيفوهم دابا باش يتحمروا بهذه الطريقه هذه. ضعت الخضره ديالي تتحمر. غنخليوها تحمر وغنضيفوا لها التوابل والملحه. كنحركوها مزيان. هاد لازانيا تقدر تعملها تعوضها بالبطاطا او تعمل بالبنجال. غادي تعمل بلاصتو بطاطس، يعني هي كتجي رائعه. هنا عندنا الورق موسى كنسم به دائما. كذلك عندي الابزار اسود، خرقوم، عندي شويه ديال الزعتر، اوريغانو، اسكنجبير، كيمون، ملعقه صغيره ديال الملحه. هنا غادي نضيفهم كاملين بينهم في دقه ونحرك الماكله ديالي. نحركوها مزيان، خليوها تشحر مزيان. هنا غنضيف طماطم معلبه ملعقه كبيره. كتجي لذيذه كما قلت لكم، جميله وخفيفه للعشاء او للغداء. غنغطي عليها باش طيب لنا الفلفل. غنضيف الكفته او اللحم مفروم، نخليها طيب شويه ونحركوها مزيان باش كتدخل فيها التوابل. ثم غادي نغطيوها كما قلت لكم وغنخليوها طيب شويه. هنا غنلتجا النمول ديالي وغنستف فيه الدبنجال بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بالبطاطس، كيجي رائع ولذيذ. غنضيف الخضر ديالي اللي عملت قبل بهذه الطريقه هذه. غنعمل طبقات. الطبقه الاولى كما قلت لكم في الاول ديال باذنجان،
هنا عندي مكانوري ملون، كنضيف لها الناطة، قشطة طرية، غادي نحركوها باش تدخل فيها ديك الناطة مزيان. ثم غنضيفها في المول ديالي كطبقة ثالثة، كما كتلاحظوا كنتفرشوا المكانوري ديالنا. غادي نضيف شويه حتى كتغطى مزيان بحسب المول اللي عندك. هنا نضيف الجبن مربع، كتجي غزالة كما الطبقة الرابعة هذه. غادي نعمروا الطاوة كاملة بهذا الجبن. هانتوما تشوفوا هنايا، هي الطاوة ديالي ساليتها بالجبن، كتجي غزالة. دابا غنضيف الطبقة ديال الكفتة والخضار، ثم غنزيد طبقة اخرى كذلك اللي غتبقى الاخرانيه ديال الباذنجان. كما قلت لكم تقدر تعمل بطاطا، وهي البطاطس بنفس الطريقه اللي عملت ديال الدبنجان. اذا هنا نضيف طبقه ديال مكانوريا، نعم. كما قلت لكم كتجي هائله وغزاله الاكله خفيفه. هنا غادي نكمل على الطبقه الاخيره ديال الباذنجان بهذه الطريقه هذه. ثم غادي نضيف له الصلصه دي بيشاميل، كنت عملتها في الفيديو عندي في هذا يعني في اليوتيوب ديالي، هي تما كيفاش كتعدل صلصه دي بيشاميل وسهله. غادي ندهن الطبقه الاخيره بالصلصه دي بيشاميل، ثم غادي نضيف الجبن المفروم، ها هو لازانيا اللي كيجي في بيتزا باش كتحمرنا مزيان. ان شاء الله كيجي رائع. غندخلو الفران يتحمر من فوق فقط. الشكل النهائي جات لازانيا كتحمر غزاله محمره. صراحه كتجي خفيفه في العشاء. انا غادي نقطعها معكم وغادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا من داخل. صراحه كنتمنىكم تعدلوها وتجربوها. كما قلت الخضر دائما كنعمل لكم الحاجه بسيطه وكتوجد في المنزل. اذا نخليكم بخير وعلى خير، نتلاقاو في الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.